بيبدأ فيلمنا النهاردة بآدم وهو خارج من بيته الصبح، بيتكلم في التليفون مع أبوه اللي دايماً قلقان عليه، وبيطمنه إنه كل حاجة تمام وإنه رايح فرح صاحبه عمر ومفيش داعي يقلق عليه كل مرة كده. وبينهي المكالمة بسرعة لأنه ما بيحبش يشوف أبوه قلقان عليه بالشكل ده. لكن أول ما بينزل للشارع بيكتشف إن عجلة عربيته متكلبشة ومعمول له مخالفة لأنه ركن غلط. بيتنرفز، لكن بعدها عينه تقع على بوستر لمكتب تأجير عربيات قريب، فبيقرر يروح هناك ويأجر عربية يروح بيها الفرح. بيوصل المكان وبيلاقيه أشبه بمستودع كبير شكله غريب، مش زي مكاتب التأجير العادية. بيقرب من ترابيزة قاعد عليها راجل وست شكلهم غامض، وبيسألوه عن اسمه ومعلومات شخصية كتير كأنه داخل مقابلة شغل. بيستغرب، لكنه بيجاوب علشان يخلص. بعدين بيقول لهم إنه محتاج عربية يروح بيها الفرح. الست بتسأله: عارف الطريق؟ بيرد آدم بثقة: هستخدم الGPS عادي. لكن الراجل بيقوله إن العربية دي فيها نظام ملاحة خاص بيهم هما، ولازم يعتمد عليه هو بس، وده شرطهم الوحيد. آدم بيستغرب بس بيوافق، وساعتها بيلاحظ إن الاتنين دول فرحانين بشكل غريب كأنه وافق على حاجة مش بسيطة. وبيبدأ آدم يسوق، وصوت الGPS بيكلمه كأنه شخص حقيقي، بيقوله يلف هنا وهناك لحد ما يوصل الفندق اللي فيه الفرح. جوه الفرح بيقابل العريس والعروسة، واللي بيقدموا له واحدة اسمها سارة. أول ما عيونهم تتقابل بتحصل لحظة غريبة بينهم. بيتكلموا شوية وهو يعرض عليها يشربوا حاجة، لكنها ترفض. بيحاولوا يلاقوا كلام بس الصمت بيغلبهم، فبتسيبه وتروح ترقص مع الناس وبتبان مستمتعة بالأجواء. آدم بيقف بعيد، بيدخن سيجارة وبيراقبها، وشكله ندمان إنه ما وافقش يرقص معاها. بعد شوية بتبص عليه سارة وبتشوفه لوحده، بتقرب منه بهزار وبتقوله: أنت لازم تبطل تكون جذاب كده، الناس ممكن تقع في حبك بالغلط. فبيرد عليها وهو بيضحك: خايفة على نفسك مني؟ بتقوله بثقة: لا، أنا خايفة عليك مني. وبيبدأ بينهم كلام عميق، بتحكي له إنها مش بتقع في حب أي حد بسهولة، وإنها عندها معايير عالية جدا في العلاقات. بيسألها آدم مؤمن بالجواز؟ فبترد إنها مؤمنة بيه، وبتسأله نفس السؤال، فيحكي لها إنه من وهو صغير كان بيتخيل نفسه متجوز وعنده أطفال. فتسأله فجأة: تحب تتجوزني؟ بيتفاجئ وبيقول لها إنها أكيد شربت كتير. بتضحك له وبتقول له إنه مثالي لدرجة إنها شاكة إن ده تمثيل. بيقول لها بهدوء إن ده طبيعته من زمان، فبتعرض عليه يرقص معاها لكنه يرفض، فتسيبه وتروح ترقص لوحدها وهو يفضل يراقبها ندمان. في اليوم التاني آدم بيكون سايق العربية، لكن الغريب إن صوت الست بتاع الGPS بيكلمه كأنه شخص حقيقي. بتقوله: تحب تعمل رحلة مميزة؟ أوريك طريق مختلف؟ هو بيضحك في الأول بس بيوافق. بتحركوا المطعم على الطريق وهناك بيلاقي سارة قاعدة. الاتنين بيتفاجئوا. بتسأله: جيت هنا إزاي؟ بيرد: صدفة. بتضحك سارة وبتقول إن دي صدفة غريبة جدا، وبتسأله لو ناوي يعزمها على خروجة، فبيقول لها إنه عمل كده فعلا في الفرح بس هي سابته. بتقوله إنها مش عايزة تدخل في علاقة مش متأكدة منها. بعد ما يخرجوا من المطعم يكتشفوا إن العربيتين اللي مأجرينهم متشابهين بالضبط ومن نفس الوكالة. صوت الGPS بيطلب من آدم ياخد سارة معاه، وفعلا عربيتها بتتعطل فبياخدها تركب معاه، وبيبدأوا الرحلة الغريبة اللي صوت الGPS بيقودهم فيها. أول محطة مكان طبيعي ساحر، في باب غريب واقف في نص الممر. أول ما بيفتحوه بيتنقلوا لمكان تاني. بيكتشف آدم إنهم في المنارة اللي كان بيحب يروحها وهو صغير. بيحكي له عن طفولته وعن إحساسه بالضياع وعدم وجود هدف واضح في حياته. بعدها الباب التاني ياخدهم لمتحف فني كانت سارة بتحبه وهي طفلة. هناك بتتأثر جدا وهي شايفة لوحة معينة، وبتحكي له إن أمها ماتت في اليوم ده وهي في المتحف، وإنها حست بالذنب طول حياتها لأنها ما كانتش جنبها. بيحاول يواسيها لكن الصدمة الحقيقية لسه جاية لما الباب التاني ياخدهم لمسرح ومنه المستشفى، المكان اللي ماتت فيه أمها فعلا. سارة بتواجه ماضيها وبتعترف إنها كانت مع أستاذها في علاقة في نفس يوم وفاة أمها، وإنها كدبت وقتها وقالت إنها كانت في المتحف. بتنهار وبيحاول آدم يطمنها ويطلب منها تسامح نفسها. وفي نفس المستشفى بيشوف آدم مشهد غريب، أبوه هناك لكن صغير في السن قبل ما هو يتولد. بيقعد معاه وأبوه مش عارف إن اللي قدامه هو ابنه. بيحكي له عن خوفه من المسؤولية ومن تربية طفل. آدم بيطمنه وبيقوله إنه هيكون أب كويس وابنه هيحبه جدا في المستقبل. بعدها بيكملوا الرحلة وبقى بينهم انسجام وهدوء، بيحكوا لبعض عن طفولتهم وأوجاعهم وخيباتهم. لكن فجأة العربية بتخبط غزال وتتقلب بيهم. بيخرجوا بخير بس العربية بتتحطم. وقتها سارة بتقرر تمشي وتبعد، وبتقوله إن العلاقة دي نهايتها الفشل وإنها مش عايزة تكرر أخطائها.
آدم بيحاول يقنعها إن الحب يستحق المحاولة، لكنها مصممة تسيبه. بيرجعوا كل واحد لطريقه، وبعدين صوت الGPS بيرجعهم لبيوتهم القديمة. آدم يدخل بيت عيلته ويشوف نفسه في الماضي، يقابل نفسه وهو مراهق ويتصالح مع ذكرياته القديمة. وسارة كمان تدخل بيت أمها وتشوفها تاني وتعيش معاها ليلة أخيرة زي ما كانت بتحلم، وتتصالح مع نفسها. بعدها كل واحد منهم يرجع لعربيته ويروح يسلمها للوكالة. آدم بيسأل عن سارة، فيقولوا له إنها لسه ما رجعتش. بيروح بيته يقعد يشرب قهوته الصبح وهو حاسس بحاجة غريبة جوه قلبه. وفجأة بيلاقي سارة قدامه عند بيته. بيقول لها بدهشة: عرفتي عنواني إزاي؟ بتبتسم وبتقوله الGPS جابني هنا. وبتكمل كلامها: جيت علشان أقولك إنك تستحق المخاطرة، وإن لو في حد ممكن أبدأ معاه من جديد هيكون أنت. بيقوم آدم بيقرب منها وبيمسك إيديها وبيدخل بيته. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك ملخص فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واكتب لايك في الكومنتات. سلام.